بعد اي شويه مطره رجاله المغسله بيبقوا شغالين الله ينور، وانت عشان ما بتحبش الزحمه زي حالاتي بتستنى اسبوع كده لحد ما الدنيا تهدى في المغسله وتاخد عربيتك وتروح. في الاسبوع ده بقى بتكون الطينه مسكت في العربيه بتاعتك، والراجل بتاع المغسله بيبص لك بصه من فوق لتحت وانت داخل عشان عارف هو هيفضل يضرب فيها المسدس قد ايه لحد ما ينضفها. بس للاسف دي اكتر حاجه بتضر دهان العربيه، مش انك تسيبها بالطينه، لا، ان انت تنضفها بالمسدس والطينه ماسكه عليها. المفروض التنظيف في الحاله دي يتم بالعكس. يعني ايه؟ يعني اول ما العربيه تدخل يترش عليها صابون وتتساب دقيقتين 3، يقوم الصابون ده يفتت الطينه ويطريها وينزلها من على العربيه، وبعد كده تخش بالمسدس. لان انت لو دخلت بالمسدس قبل ما الطينه تبقى طريت، المسدس ده بيطلع ضغط هواء وضغط ميه، بيخلي حبيبات الرمل دي تتفتت وتفضل تخبط في الدهان والسطح الخارجي بتاع عربيتك، وتيجي على اخر الشتاء بعد مرتين 3 من العمله دي تلاقي اللمعه بتاعه العربيه اتطفت. فالحل ان انت تنظف العربيه بالصابون الاول، وبعد كده تضربها بالمسدس، وبعد كده تكمل عمليه التنظيف عادي. كده هيبقى بتاع المغسله سهل على نفسه وانت حافظت على عربيتك، والعربيه خدت وقت اقصر في الغسيل. سيف بقى الفيديو ده عندك ووريه لصاحب المغسله اللي انت بتغسل عنده.